أما زيارة الحسين فحدث ولا حرج. زيارة الحسين نقسم على الله بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يرزقكم زيارة الحسين في ليلة القدر، في ليلة 23 من شهر رمضان المبارك. زيارة الحسين اللي يقول عنها في يوم من الأيام بالرواية أن الله ينظر لزوار الحسين يوم عرفة قبل الحجيج ببيت الله الحرام بنظر الرحمة. سأنا أدري أكيدا صوتنا جاي يطلع على الهواء، وأكيد أكو ناس يتربصون بين الدوائر وراح يقول شنو هاي المبالغة، هذا الشرك اللي ما بعد شرك. ناس واقفة بعرفة تحج بيت الله الحرام والله ينظر بعين الرحمة إلى زوار الحسين يا عباد القبور، مو راح يقولون لنا هذا فرد. يوم من الأيام واحد من علمائنا وضع علامة استفهام على هالرواية، قال مو من المعقول أن واحد جاي من أذربيجان ودافع أموال ومشقة وسهر وتعب وجاي إلى الحج وشايف الحج بعناء بمشقة، وأنا أجي أفرض من طويريج 19 كيلو عن كربلاء وأدخل إلى الحسين أزور والله ينظرني بعين الرحمة يوم عرفة قبل الحجيج. لسه هذا عالم مرجع وماكو بعد فوق عقلية أكبر حتى يقدر يناقشه. مو شلون مرة من المرات تلاقوا عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا سلام الله عليهما، اثنينهم أنبياء. عيسى ابن مريم كان يبتسم ذيك اللحظة، يحيى ابن زكريا كان واجم لأن يحيى زاهد بشكل مو طبيعي. يحيى من شاف عيسى يضحك قال ما لي أراك باسم وكأنك آمن، ما وراك حساب؟ أنا استغرب شلون واحد يضحك وراء حساب القيامة. مو هذولاك ترى حياتهم تدري شلون؟ عاشوا بالجنة وكأنهم يرون من في الجنة، ويعيشون بالنار وكأنهم يسمعون عواء كلاب النار، يعني يكشف عنهم الغطاء فيتأزم وضعه. التفت لعيسى بن مريم قال ما لي أراك آيس وكأنك آيس، ما لي أراك قاطب وكأنك آيس، تمأيس من رحمة الله؟ فقال لن نفترق حتى يهبط علينا الوحي، لأن علما نرجع اثنينهم أنبياء علما يسألون. نزل جبرائيل قال إن الله يقرأكم السلام ويقول أحبكما إلي البسام أكثركما ثقة بي. اللهم عاملنا برحمتك. ثقة بالله من تصير قوية، يقول له أنت على مو ثقة بالله تبارك وتعالى، أنا واثق من الله أن يرحمني، الله ما يخيب أملك بي، خلي أملك بالله قوي. فالمهم هذا مرجع وين يروح؟ قال أنا هذه الرواية أضع عليها علامة استفهام من حيث المتن، من حيث السند، من حيث الدلالة هي ممتازة، ما بيها طحن، ما بيها ضعف، صحيحة السند، بس أنا عقلي ما جاي تدخل بي. قال خلي أروح أزور إلى مسجد السهلة 40 ثلاثة، لأن احنا عندنا ثابت يعني عند الناس الأخيار مو احنا اللي دول، إذا يزور 40 ثلاثة إلى مسجد السهلة يصير عنده فد مكاشفة مع أحد الأولياء، يصير شيء يشوف لفت شوفة زينة حلوة. قلت أنا أبدأ أروح بلكي الله يهدي لي فرد رجل من الأولياء يجاوبني. يقول المهم كملت 40 ثلاثة، 40 الليلة النصاب يكتمل، أرد أروح للسهلة. تذكرت أن الليلة صادفت ليلة النصف من شعبان، يوم ينادي المنادي أين الشعبانيون فيقوم زوار الحسين غرا محجلين. يقول أنا ظليت بين قلت لا والله ما أروح للشعبانية، أروح أكمل الورد حتى أريد روايتي هاي تنطبق. لا، رحت صليت بمسجد السهلة ماكو شيء، رحت صليت بمسجد الكوفة بعد ما خلصت من السهلة وأنجزت الورد المطلوب. رحت إلى مسجد الكوفة، بينما أنا جالس بعد الصلاة ما أخذ لي شوية قاعدة راحة، قاعد يمي رجل وقور نوراني قال لي سيد مهدي أريد أحكي لك في القضية، أسولف لك سالفة. يقول هسه أنا مو يمه، يعني أنا عندي مشكلة وهذا يريد يسولف لي، يعني شلون أنت عندك فد موضوع ويجي واحد يريد يطفل على وقتك. ضايقت منه، بس المهم بعد من حسن الاستماع أنا من الأدب أني أستمع له. قلت له تفضل قول. قال لي أكو ملك من الملوك طلع للصيد، وهذا الملك رأى ظبية فأطلق لفرسه العنان وأصحر خلفها، ابتعد عن أصحابه. أنا جاء أطوي لك بسرعة ولا الحادثة كلش تستوعب لها وقت طويل، لكن ناخذ منها محل الشاهد. يقول له رفعت له خيمة بعد أن اشتد به العطش وأبعد وأصحر عن أصحابه،
اجى شيخ الخيمة بها امرأة عجوز، قدمت له لبن شيء، قالت شنو؟ قالت له أنا وابني عايشين بها الصحراء، لا نملك إلا هذه الشاة، إذا ابني يطلع للصيد الله رزقنا ناكل، ماكو رزق نعمد للشاة ناكل من حليبها نتقوت. اجى ابنها شاف علي سماء الملوك، عمد إلى الشاة ذبحها. يقول كل شوي وكأنه يدري أنا مو يمه، تسمع يا سيد مهدي؟ يضربني على عاتقي على كتفي. قلت له بلي كمل. قال هذا من عمد للشاة ذبحها. الملك من طلع قال له عمي تفضل. شلون يقول اليوم الكرت ماله؟ قال له أنا ترى الملك الفلاني إذا حزبك أمر أنا موجود. راح الملك وثاني يوم حزبه أمر لأن ما يملك إلا الشاة، شد الرحال وذهب خلف الملك. دخل على الملك، التفت لوزرائه قالوا هذا الذي حدثتكم عنه، هذا الشاب اللي ذبح للشاة. قالوا ما بيت اللعن أيها الملك، فد مشكلة هي شاة، أعطيه 10، أعطيه 100، فد مشكلة يعني عوضه بمكانه. قال له تعسل يا ري غلطان. الثاني 100 من الإبل، قال له غلطان. قال هم بابا العبرة مو بالشاة، وإنما أعطاني كل ما يملك. ولو عنده 100 ويذبح شاة مو مثل ما عنده وحده ويذبحها. أعطاني كل ما يملك، فلا يمكن أن يكون أكرم مني إلا أن أعطيه ملكي. تسمع يا سيد مهدي؟ قلت له استسمعت. الشاهد شنو؟ قال لي إذا لما تستكثر على الحسين أن الله ينظر لزواره يوم عرفة قبل الحجيج ببيت الله، والحسين أعطى لله كل ما يملك.